وخلال هذه الأشهر الأخيرة يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي علاقات مستقرة تتطلع لأن تكون أفضل. وفي هذا الصدد نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا. أنا ما نفهمش، واللي فاهم يفهم لي. خلق غضب مبدئيا ما يديرش هذه الأمور هذه. أنا نعرف باللي المواطن الجزائري هو اللي يستهلك أكثر العدس، وفي الصيف هذه لا تستهلك. كيفاه يخلق لي أزمانة في اللوبيا والروز والعدس؟ هذه مقصودة والله العظيم، أقسم بالله يا اللي حكمته إني ندم على النهار اللي زاد فيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا على قناة فسحة للنقاش، مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة الجديدة من فسحة للنقاش. فسحتنا لهذا اليوم سؤال يتبادر إلى أذهاننا جميعا بعد خروج تبون أي عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري في لقاء مع الصحافة الوطنية الجزائرية. هل كانت لدى الرئيس تبون الجرأة للرد على ما أدلى به أو على ما جاء في خطاب العرش الذي أدلى به الملك محمد السادس قبل أيام؟ هل رد على الدعوة الصريحة من الملك المغربي أو من العاهل المغربي بإعادة فتح الحدود؟ دعوة لحسن الجوار قدمها الملك محمد السادس كعادته في خطابه الأخير، ولكن هل كان لممثل قصر المراضية كان له رد حول هذه القضية، أم أنه فعلا تحدث عن هذه القضية ولكن مقص الرقيب قد قام بفعلته مرة أخرى؟ النظام الجزائري لا زال متخوفا من مسألة فتح الحدود، لا زال لا يستطيع أن يصارح شعبه حول المشكلة الحقيقية التي بينه وبين المغرب. ولكن في حصة هذا اليوم سنستمع لمعارض جزائري الدكتور أنور مالك، الصحفي المشهور طبعا أنور مالك، يتحدث حول هذه القضية. إذا تابعوا الفيديو من البداية إلى النهاية، وإذا أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا أيضا الإعجاب بالمحتوى ونشر محتواها لكي يصلكم جديد. تحياتي لكم جميعا، وإلى اللقاء مع فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الكرام في هذا الفيديو. الكثير تحدثوا، وهناك من كتب وعلق عبر شبكات التواصل الاجتماعي على أن تبون في حواره الأخير تجاهل ما ورد في خطاب الملك المغربي محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش. كثير قالوا تجاهل، لم يتحدث عن هذا الأمر. هناك بعض المعلومات تقول من الممكن جدا أنه تحدث عنه وطاله مقص الرقيب، وكما نعلم وتحدثنا من قبل في عدة لقاءات صحفية تبون تكلم عن المغرب، ولكن يطاله مقص الرقيب. بعد الحوار يقص ذلك الجزء، وهذا حدث يعني بصفة مؤكدة وفقا لمصادر من داخل تلفزيون الجزائر في أحد الحوارات من قبل، وتحدثت عن هذا في حين. هذه المرة حقيقة أنه المعلومات ما وصلتنا أي شيء، هل تحدث أو لم يتحدث. حاولنا الحصول على بعض المعلومات ولكن لم نفلح، حتى الجهة اللي كانت تعطينا بعض المعلومات لم نجد عندها شيئا، ليست لديهم أي معطيات في هذه المسألة. لكن السؤال المطروح، هل من المعقول أنه ملك دولة جارة يمد يد وأنت تتجاهلها؟ إذا تجاهلتها راه دليل ضعف وليس دليل قوة، وإذا رديت عليها وكما يقال وتم لاحق مقص الرقيب من طرف الأجهزة، فهذه كارثة بمعنى الكلمة. يعني الوضع نتاع تبون في ظل هذه الظروف بعد أيام قليلة
من خطاب الملك محمد السادس وتكلم عن الجزائر وطمأن الجزائر، يأتي تبون ويتجاهل هذه المسألة. هذا إذا تجاهلها. لكن هناك واحد الرد ضمني فيه ما يمكن أن نعتبره يتعلق بأيضا رسالة أخرى من تبون باسم العسكر، لأنه تبون لا يملك لا رسالة لا شيء. كان من قبل يقول ما عندناش مشاكل مع المغرب، إذا كان المغاربة عندهم معنا مشاكل مرحبا نجلس على الطاولة، هذا الكلام اللي كان يقول فيه. بعد ذلك يجبدوا له وذنيه العسكر، قال لكم ما تزيدش تهضر الكلام هذا، وراحوا قطعوا العلاقات باش صفعوه صفحة. يعني في الوقت اللي هو يتحدث عن الحوار وما عندناش مشاكل، راحوا هم قطعوا العلاقات، لأنه مسألة العلاقات مع المغرب تتعلق بقرار عسكري وليس بقرار دبلوماسي. هذه الحقيقة. لكن تبون فيه واحد الإشارة، خلينا نسمع. الخطر يحوم على المنطقة، كيف هي استعدادات الجزائر للتعامل مع تطورات الوضع في النيجر التي تشكل تهديدا مباشرا لبلادنا؟ يصير بالطبع تهديد مباشر للجزائر. احنا رافضين رفض تام وقطعي بالنسبة للتدخل العسكري. الناس يعني الناس اللي عاقلين، الناس اللي يشوف الدول اللي دخلتوا فيها عسكريا وراها اليوم، يعني ما زال مشاكل مطروحة فيها، ما زال الدول متشعبة، ما زال كذا. شوف ليبيا، شوف سوريا، التدخل العسكري ما يحل حتى مشكل. التدخل العسكري بالاخص اليوم تأزمت الامور فيه انضمام دولتين مجاورتين للنيجر باش تدخل في المعركة، ومن بعد نشعلوا كاع الساحل، الأمور تتحل بالمنطق. في هذا الجزء تبون تحدث عن التدخل العسكري، وأن التدخلات العسكرية تؤدي دائما إلى الفوضى. هذه حقيقة، التدخلات العسكرية تؤدي إلى فوضى، ولكن بالمقابل عسكرة الدولة هو الذي يأتي بالتدخلات العسكرية. ممارسات الأنظمة العسكرية والاستبدادية هو الذي يأتي بالتدخلات العسكرية. الطغاة يأتون بالغزاة، وصاروا يأتون بالغزاة والبغاة والغلاة من كل حدب وصوب، ويأتوا حتى بالحفاة الذين يهربون من أوطانهم. هذه الحقيقة. لكن المسألة قال أعطى ليبيا وسوريا. ليبيا تدخل فيها حلف الناتو حقيقة وأوصلها إلى هذا الوضع. وأنهوا القذافي. هل استقرت ليبيا؟ طبعا هذا ليس تبرير لممارسات القذافي. القذافي كان ديكتاتور. ما مارسه القذافي في ليبيا هو الذي أوصلها إلى هذا الحال. دولة غنية مثل ليبيا كانوا المفروض عايشين مثل ما عايشين في الإمارات والدول الخليج، ولكن بسبب تلك السياسات الحمقاء والغبية شفتوا كيفاش كانت نهاية القذافي، وراهي ليبيا على هذا الحال. لكنه ضرب مثال بسوريا. أي شكون اللي تدخل عسكريا في سوريا؟ تبون يدين التدخل العسكري في سوريا. وشكون اللي متدخلين عسكريا؟ اللي متدخلين روسيا، تركيا، إيران، وأيضا تدخلات الأخرى التحالف اللي في إطار الحرب على داعش وكذا كذا. لكن أهم الدول التي تواجدت عسكريا في سوريا هي هذه الدول. تركيا راح تتواجد على تلك المناطق المحاذية لحدودها في إطار حربها على الإرهاب، وفي إطار حربها على المجموعات الكردية التي تصنفها تركيا مجموعات إرهابية. المجتمع الدولي أيضا تدخل في إطار مكافحة داعش اللي جاية دائرة دولة إرهابية في المنطقة، وأضرت بالثورة وأضرت، وهي أيضا في إطار خطة إيرانية. وأنا تحدثت من قبل على قناة الجزيرة وقلت بأنه ما حدث في تغول داعش كان باتفاق ما بين المخابرات الإيرانية والمخابرات العراقية في عهد نوري المالكي، ودور لحزب الله ومخابرات الأسد. يعني هذه المسألة راهي وجدت. يعني هذه التحالف اللي تواجد عسكريا هي كانت سبب، تحديدا نتحدث على إيران. تركيا لا علاقة لها بهذه المسألة، لكن نتحدث على إيران تحديدا، والروس اللي لعبوا دور في نشوء داعش من أجل تحويل الثورة الشعبية في سوريا من ثورة ضد نظام مستبد إلى قضية مكافحة الإرهاب. وهذا عمل عليه نظام الأسد، حتى لما مشينا في بعث المراقبين كانوا يسوقون على أساس الجماعات الإرهابية وليس الثورة الشعبية. هذا في بداية الثورة. المهم
إذن إيران، تركيا راهي عندها علاقات جيدة مع الجزائر. منذ أيام فقط كان تبون في تركيا والتقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذا وكذا. يعني إذا كان تبون يدين التدخل العسكري بالمطلق فهو يدين تركيا اللي تتواجد الآن في إطار في بعض المناطق على حدودها، وهو تواجد عسكري بمعنى الكلمة. أمر آخر، إيران تتواجد بميليشيات، فتبون يدين تدخل إيران العسكري، تدخلها عسكريا عن طريق الميليشيات، عن طريق حزب الله. جابت الزينبيين والفاطميين، جابتهم من كل حدب وصوب، تشكلت جماعات تذبح على الهوية وتقتل بطريقة طائفية غير مسبوقة. أمر آخر، التدخل العسكري الروسي لصالح الأسد، تدخل وقام الروس بقصف المدن وتدميرها بالصواريخ على رؤوس أصحابها. إذن تبون في هذا الأمر راه يدين هذه التدخلات العسكرية. ما لا أدري عن وعي أو لا غير وعي، ضربان صح، ليبيا راهي تدخل حلف الناتو عسكريا من أجل إسقاط نظام القذافي، ولكن التدخلات العسكرية اللي حدثت وتحديدا إيران وروسيا هي تدخل عسكري لحماية النظام السوري من الشعب، من ثورة شعبية تطالب بالتغيير. هذه الحقيقة. إذن هذه مسألة الحديث حول هذه التدخلات، هذا راه الآن تبون يدين من حيث لا يدري. كل غدوة يجي صحفي، يعني يكون عندنا صحفي محترف جالسين معاه، ماشي هذوما اللي جايبينهم من جرائد عمومية الله يحسن عونهم، كل واحد راه ياكل في خبز على روحه وفي قنوات ما عندها حتى قيمة. لو كان هنا ويقول له أليست روسيا التي هي حليف الجزائر، على الأقل حليفة سيدي، ما هيش روسيا عمرها ما كانت حليف الجزائر، روسيا عندها وصاية على الجزائر، هذه الحقيقة. كيف ستعلقون على التدخل العسكري الروسي في سوريا؟ التدخل العسكري الإيراني عبر الميليشيات وعبر حرس ثوري وفيض القدس، هنا سيجد نفسه في مأزق، ولكن ما يعطوا له هذه ويحطوا له هذه المآزق. يعني رأيت من الضروري الكلام هذا اللي لازم نحلوه. أيضا راه يدين التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. إذا كان أنت من مبادئك ضد التدخلات العسكرية، علاش ما تعلنش عن موقف دبلوماسي على ما حدث في أوكرانيا؟ علاش؟ خلاص نكملوا الجزء اللي يهمنا في الموضوع نتاعنا اللي نتحدثوا عليه. سيد الرئيس، دائما في هذا السياق النيجر، المالي، ليبيا، يعني كل حدودنا الجنوبية ملتهبة. فالنار في الجنوب والبحر في الشمال، أين المفر يا سيد الرئيس؟ كيف سوف تتعامل الجزائر مع هذا الوضع الخطير؟ ما الوضع الخطير نواجهوه، لكن الخطر نواجهوه. الجيش قوي الحمد لله، والجيش راه بالمرصاد الكل من يقترب من الحدود، ولكن بصفة عامة احنا كل هالدول عندنا معهم علاقات أخوية، علاقات تبادل تجاري، عندنا علاقات. ما نمشيش نغلق الحدود نتاعي مع كاع المحيط، ولذا احنا قلنا ولا حل بدون احنا، لان احنا المعنيين الاولين. باش تبدا تتهدد من هي وتهدد باش تضرب غلط، انا ما نمشيش معك. الجزائر منذ استقلالنا الى يومين هذا عمرها ولا سيلة الدم تاع جار ولا تاع اخ مبدئيا. الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها، جابها في سياق الحديث حول ما يجري في مالي والنيجر وكذا وكذا وكذا، وقال بأنه الجزائر عبر تاريخها لم تتسبب في إسالة دماء لجيرانها. هذا كذب يتبون. ما حدث مع المغرب، الجزائر ساهمت في إسالة دماء مغاربة. الجزائر أرسلت مقاتلين وقاتلت مع البوليزاريو ضد المغرب. الجيش الجزائري قام بعمليات ضد المغاربة في مقالة وغيرها في التراب المغربي وقتلوا مغاربة. وين هذه عمرها لسالة الدماء؟ السلاح اللي استعملته البوليزاريو على مدار سنين ضد المغرب هو سلاح جزائري. البوليزاريو يدربوا في ثكنات عسكرية جزائرية على أنهم يقتلوا المغاربة. هناك إذن إسالة دماء بصفة مباشرة من طرف عسكريين جزائريين، هناك أيضا بصفة بالوكالة بصفة غير مباشرة من طرف البوليزاريو اللي قاتلت بسلاح الجزائر.
إذا ما تجي تقول الجزائر عمرها لا تسببت في جيرانهم، إلا إذا كان تشوفوا في المغرب غير جار، كوكب واحد آخر، راهو عايش في كوكب واحد آخر، الصباح يجي من الكوكب يسكن حذانا شوي وعاود يروح، ممكن جدا. هذا هو. أما إذا كان تقول هذا الكلام أن الجزائر عمرها لا تسببت في سيلان دماء نتاع جيران، هذا كذب. هناك مهام استخباراتية قامت بها الجزائر في الشعانبي ضد تونس، وأدت إلى مقتل عسكريين توانسة. هذا ما نتكلم في ليبيا وغيرها. ما تجي تحكي لي تبون هذه الأسطوانة بهذه الطريقة. أمر آخر أنه قالك بأن الجزائر لا تستعمل القوة العسكرية بالمطلق ضد جيرانها. هذه أعتقد بأنه رسالة تطمين أخرى، لأن هناك أطراف تتحدث على أن الجزائر كانت بصدد أو أنها ممكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مع المغرب. أعطى لك الرسالة، رد على رسالة الملك محمد السادس، سواء بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. وترى هل تبون يعي ما يقول؟ تبون لا يعي ما يقول. هذه مسألة مع المغرب في يد العسكر، والآن منطقة مالي في يد العسكر. تبون ما عندوش سلطة على العسكر. قال لك راهي جيشنا قوي وكذا، أوسع طبا للجيش قوي، واللي يقترب من حدودنا ينتهي وجوده. هذه راهو قالها كما هكذا. وأمر آخر قال لك ونخلق الحدود كامل مع المحيط. هاك غالق الحدود البرية مع المغرب، غالق الأجواء مع المغرب. علاش غالق هذه إجراءات متخذها ضد جار مغربي، راهو جار شقيق بمعنى الكلمة. وهنا نؤكد على أنه غلق الحدود البرية وقطع العلاقات مع المغرب وغلق الحدود الجوية تكبدت فيه الجزائر خسائر جسيمة، وأيضا هناك خسائر المغرب. فكان من الممكن أنه لو كانت الحدود مفتوحة، حتى كي تكون خلافات في بعض الملفات تترك جانبا، ولكن لا يمكن غلق الحدود، لا يمكن أيضا قطع العلاقات بهذه الطريقة وإنهاء المعاملات الاقتصادية، لأن الجزائر تحتاج، هناك أمور يملكها المغرب الجزائر في حاجة لها تنقصها، والعكس أيضا هناك بعض الأمور عند الجزائر أيضا يحتاجها المغرب. لو فتحت الحدود وحدث التكامل الاقتصادي، المنطقة ستصبح قوية والجزائر تزداد قوة، والمغرب أيضا يزداد قوة. هذه الحقيقة. فالجزائر خسرت الكثير في هذه المسألة، ومن يقول غير هذا فهو